عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا مع بعضياتنا جوج بلاطويات من واحد العجين اللي تيجي ناجح. ممكن تعتمدوا هكا في المملحات نتاعكم. غادي نعطيكم طريقه الاحتفاظ من طبيعه الحال، اثمنه بالنسبه للبنات اللي تيبغيو ياخذوا لي كوموند. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش من طبيعه الحال يعجبكم هاد الاقتراحات وتبغيو المزيد البنات تدعموني بلايك وبارطاج الفيديو، بارطاجوه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي نتاعكم. كثروا لي من لي لايك البنات والتعاليق باش يقترح اليوتيوب الفيديو على بنات اخرين ان شاء الله، وهكا تشجعوني باش نزيد نحط لكم المزيد والمزيد ان شاء الله. فاول حاجه تنبداو العجين اللي غادي نحتاجو ليه 3 نتوع الكيسان الحليب يكون دافي. هنايا البنات انا ماشي درتو دافي، درتو طايب الصراحه، ولكن راه تسنيتو حتى دفا. غادي نحتاجو ليه كيف ما قلت لكم 3 الكيسان الحليب يكون دافي، قريصه نتاع الملحه، معلقه صغيره نتاع السكر سنيده، جوج المعالق كبار نتاع الخل، ونص كاس نتاع الزيت النباتيه، الخميره يا اما المعجونه او الفوريه تقريبا واحد المعلقه كبيره او لا تتبقى على حسب الجو. تنخلطوا كلشي هكا في الضراب اليدوي، ومن بعد تنبداو نضيفوا الطحين بشوي بشوي حتى تيتجمع لينا العجين. بالنسبه للعجين تيكون خفيف شويه البنات، ماشي تلصق ثاني في اليدين، المهم خفيف شويه. بالنسبه لهاد العجين البنات اللي تيسولوني راه ما تيتدلكش، تتقولوا واش تدلك يا مريم؟ لا راه ما تيتدلكش، فقط تنجمعوه وتندهنوا هذاك الانيه فاش خدمنا بزويته، وتنخليوه حتى تيخمر وتتضاعف الحجم نتاعو. الا كان الجو برد غادي تشعلوا الفران وتخليوه حتى يسخن او لا يدفى هكا، وتدخلوا ليه العجين باش هكا يسهل عليكم. تطفيوه وتدخلوا العجين باش تيخمر دغيا البنات، وتيسهل عليكم هكا يخمر، خصوصا اللي كان الجو برد. بالنسبه لهاد العجين اعتمدوها البنات، راه ناجح هكا المملحات نتاعكم وسهل في نفس الوقت، وراه تيجي زوين. وبزاف البنات جربوه هكا ورجعوا قالوا يا مريم عجين لي ناجح وجانا زوين فعلا بصحتكم البنات. صافي منين تنخليوه حتى تيخمر وتتضاعف الحجم نتاعو، تناخدو وتنقسمو على 4 نتاع الاجزاء، هكا 4 تاع الاجزاء، حيت غادي نخدمو به 4 نتاع المملحات هكا مشكلين. وبالنسبه للشكل الخامس غادي يكون العجين تاعو بوحدو، حتى هو واحد العجين اللي تيجي زوين. المهم تنقسموهم يكونوا قياس واحد. الا عندكم الميزان بالنسبه للبنات اللي تيخدموا لي كوموند، من الافضل هكا ديروا الميزان باش يجيكم كل شيء قياس واحد، ويجيوكم المملحات هكا متساويين. سواء دوك الربعه نتاع العجين اللي قسمتو او لا هاد الحصص الصغار اللي قسمنا. بالنسبه للعجين الاول اللي خديت او الكرات العجين الاول اللي خديتها وقسمتها على كويرات اللي هما صغورين، الوزن تاعهم 24 غرام درت في كل كويره، هكا باش يجوني مقادين البنات كاملين. هادو بالنسبه لهادو راه غادي ندير بهم هذاك الميني همبرغر البنات، ولا غادي نصايب فيهم. صافي تنستعن بالطحين دائما حيت العجين خفيف وتلصق ليا هكا في سطح العمل. ترش غير واحد الرشيشه تاع الطحين ماشي بزاف، وتنبدا تنصايب في هذوك الكويرات كيف ما بان لكم. فقط يتن نكورهم ماشي تنطرقوهم البنات، وتنديرهم في واحد الطاوه اللي مدهونه بزبيده او لا زويته. تنبسعوهم على بعضياتهم حيت باقي غادي يخمروا هكا باش ما يتلصقوش لينا ويجي المنظر نتاعهم خايب. بسعوهم على بعضياتهم البنات يعني غنوريهم لكم في الطاوه باش تشوفوهم. شفتوا انا تنبسعوهم على بعضياتهم. بيتو ديروا ورق الطهي، ما بيتوش دهنوا، ديروا ورق الطهي البنات. بالنسبه للجزء الثاني من العجين حتى هو تناخدو وتنقسمو الكويرات اللي صغار، الحجم نتاعهم 24 غرام البنات، هو اللي درت فيهم 24 غرام كاملهم باش تيجيو هكا صغيورين، تيجيو في البلاطويات الصراحه حلوين البنات وزوينين. بالنسبه لهادو غادي نديرهم ميني باغيت، غادي يكون صغيور. تناخد العجين ترش سطح العمل بالطحين، وتنطرق ديك العجينه تنعطيها تنطرقها على شكل اوفال ماشي على شكل دائري البنات. شتو تنطرقها على شكل اوفال، من بعد تنجمعها على شكل مستطيل كيف ما بان لكم، وتنقرص هذوك الجوانب، تنقرصهم وتنحاول نعطيها
الشكل نتاع الباغيت. صافي تنحطهم حتى هما في الطاوه تيكونوا مباسعين على بعضياتهم. بالنسبه للعجين الثالث حتى هو تنديرو على شكل ميني باغيت البنات. العجين الاول كيف ما قلنا غادي يكون دائري، الثاني غادي يكون باغيت، والثالث حتى هو غادي يكون باغيت. غادي يختلفوا غير في التزيين. تناخذ هنايا صفر البيض، تنضيف ليه القهوه سريعه الذوبان، اولا تنضيفوا ليه صلصه الصوجا باش تعطيونا واحد اللوين زوين. صافي تندهن المملحات نتاوعي كاملين. من طبيعه الحال خصنا نخليهم حتى تيخمروا المره الثانيه عاد باش تندهنوهم البنات. تنغطي عليهم بواحد الزويف وتنخليهم حتى تيخمروا. الا كنتو زربانين وبغيتو تصايبوهم في نفس النهار، ماشي في نفس النهار، في نفس الساعه البنات، راه تنشعلوا الفران تنخليوه حتى تيدفى، تنطفيو عليه وتندخلوهم هكا باش تيخمروا دغيا. صافي بالنسبه للتزيين من الفوق راه زينتهم بالجنجله الابيض، راه متوفر عند اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات ابتداء من 5 دراهم البنات. بغيتو تزينوهم باي حاجه عندكم زينوهم، مثلا حبوب البافو او لا الزرارع او لا الشوفان، المهم زينوا باللي عندكم. هنا بالنسبه للميني باغيت الثالث حتى هو راه صايبتو على هذا الشكل هذا البنات، ودهنتو حتى هو هنا درت ليه صلصه الصوجا، ضفتها على البيض والقهوه سريعه الذوبان باش عطاتني هذا اللوين هذا زوين البنات. من الافضل صلصه الصوجا تعطي واحد اللون اللي هو زوين. صافي تندخلوه وتتبو. بالنسبه لطريقه الطهي تنشعلوا الفران حتى تيسخن مزيان، وتندخلوهم على عافيه اللي ماشي مجهده وماشي ناقصه ثاني، عافيه متوسطه. تنخليوهم حتى تطيبوا من التحت، من التحت وتياخذوا اللون عاد باش تنشعل عليهم من الفوق الفران باش يتحمروا. بالنسبه للفران راه ما تنخليوهمش بزاف البنات باش ما تشربهمش لنا العافيه ويجيو قاصحين، دغيا تيطيبوا باش يبقاو هكا رطبين وقطنيين. صافي غادي ندخلوهم للفران وغادي ندوز للجزء الثالث نتاع العجين. بالنسبه للجزء الثالث نتاع العجين تنطلقوا بالدلاك على هذا الشكل هذا العجين. يا اما نتوما بغيتو رقيق او لا غليظ. هنايا درتو الصراحه متوسط، ماشي رقيق وماشي غليظ ثاني بزاف. صافي تنقطعهم بقطعه اللي هي دائريه حتى هي تكون صغيره. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على القطر تاع الدائره فتقريبا واحد 7 سنتيم اللي فيها. تنديروا هذوك الدوائر في الطاوه مدهونه بزويته ولا بزبيده اولا فرشوا ورق طاي، وتنجيبوا الصلصه نتاع البيتزا يا اما الواجده اولا اللي تنصايبوا في الدار. تندهنوا الدوائر نتاع البيتزا كاملين بهذيك الصلصه، وتنجيب هنايا الدجاج اللي مشحر في شويه نتاع الملحه وشويه نتاع الثوم بودر وشويه نتاع البزار وزويته من طبيعه الحال مشحرينو، تنوزعوا على البيتزا نتاعي. ما بغيتوش ديروا الدجاج ديروا الطونه البنات. من بعد تنجيب الفرماج موتزاريلا محكوك مع شويه الفرماج احمر وتنوزعوا فوق البيتزا نتاعي كامله باش يشد ليا هذيك الحشوه اللي تندير من الفوق. بالنسبه لصلصه البيتزا البنات راه حاطاها بزاف في القناه، واللي ما عرفهاش راه تناخذو غير ماتش هكا تنقطعها على 4، تنضيف ليها واحد شويه نتاع الفلفله حمراء ولا خضراء حتى هي مقطعه، وتنضيف ليها نص بصيله تنخليهم حتى تطيبوا مع واحد شويه الماء والملح وتنخليهم حتى تطيبوا، وتنطحنهم تنضيف لهم شويه نتاع الزعتر وشويه زيت الزيتون تنخليهم حتى تيعقدوا. راه ديك هي الصلصه باش تنخدموا، وتنضيفوا لها شويه نتاع مطيشه الحك. صافي راه هذيك هي باش تنخدموا. هنايا البنات ضفت لهم السوريمي من الفوق وزيتونه خضراء، بغيتو ديروا زيتونه كحله ديروها، وتندخلوهم الفران على عافيه مجهده. فقط البنات تنشعلوا عليهم من التحت ما تنشعلوش الفران من الفوق. بالنسبه لهنايا غادي ندوزو لعجين الكيشله. غادي نحتاجو فيه 2 كيسان تاع الطحين الابيض، غادي نحتاجو قريصه الملحه، شويه نتاع البزار، شويه الثوم بودر وشويه نتاع السودانيه. غادي نخلطوا جميع المكونات هكا غير بيدينا البنات حتى تينسجم هذاك الطحين مع داكشي باش نسمناه، وتنضيفوا عليهم واحد معلقه كبيره نتاع الزبده والباقي البنات تاع الزيت، تقريبا واحد نص كاس صغير نتاع الزيت.
المهم تنرملو الطحين كامل بهذاك الزبده والزيت حتى تترملوا لينا دوك الحبيبات نتاع الطحين كاملين وتتلبسوا لينا بالزيت. فضروري يتلبسوا. من بعد تنضيفوا بيضه. الا جمعت لينا البيضه هذاك الخليط راه تنكتفيو بها، ما جمعاتوش راه تنضيفوا شويه نتاع الماء، الماء عادي، الماء بارد البنات، او لا شويه نتاع الحليب، وتنجمعوا به هذاك العجين. بالنسبه للعجين الا بغيتو يجيكم ناجح هكا وما يتجمعش لكم في الفران البنات فما تيتدلكش، فقط تيتجمع وتيبقى مرمل. تنديرو في واحد البلاستيكه تندخلو للثلاجه تقريبا واحد نص ساعه حتى تيرتاح، او لا ممكن هكا تخدموه قبل وتكونوا محتفظين به في المجمد فين ما بغيتوه تجبدوه وتخدموا به. من بعد تنجبدوه البنات وتنطرقوه بهذه الطريقه العشوائيه هكا بنيتيه، وتنجيب هذوك المولات اولا دوك الاطارات الدائريين وتلبسهم بهذاك العجين. بالنسبه للاطار القياس نتاعو هو 6 سنتيم. بالنسبه للبنات اللي تيبغيو هكا القياسات بالعبر راه هو 6 سنتيم البنات. صافي المهم تلبسوه من التحت وتلبسوه من الجوانب مزيان تيكون العجين رقيق. تنحطوه فوق بلاستيك هكا باش ما يلصقش لينا العجين، او الليله لصق يسهل علينا باش نهزوه فاش نكونوا تنطرقوها البنات وما يتسلتش لينا هكا من هذاك الاطار. غادي نبدا نطرقو بنفس الطريقه حتى نكملو كامل وتنحتفظ به. ممكن هكا تصايبوه الا عندكم شي كوموند وديروه في المولات وتحتفظوا به في المجمد حتى تبغيو تعمروه مباشره وتدخلوه للفران البنات يطيب. انا صايبته بليله قبل وحتفظت به في المجمد هكا باش نقسم عليا الخدمه. صافي منين تنخرجوا البنات، منين تنبغي هكا نخدموا راه بالنسبه للحشوه غادي تكون سهله وتجي بنينه وخفيفه. غادي نحتاجو فيها القطع نتاع الدجاج مشحرين في الملحه والبزار وشويه نتاع الثوم بودر وزويته اولا زبيده، تنشحروهم مزيان حتى تطيبوا. وغادي نحتاجو البروكولي. البروكولي غادي يكون البنات مسلوق. بالنسبه للبروكولي راه تنشريه انا فاش تيكون هكا رخيص، وتنجيبو تنديرو في واحد الكاسرونه، تندير في واحد الكاسرونه الماء حتى تيغلى. تنعتذر البنات حتى تيغلى تنضيف ليه واحد شويه نتاع الملحه، ترمي فيه هذاك البروكولي وتنخليه يطلعوا الغليه تقريبا واحد 4 دقائق او لا 3 دقائق. المهم طلعوا الغليه صافي تناخذو تنصفيه من داك الماء وتنديرو مباشره في الماء بارد باش يبقى في اللون نتاعو. وهكا تنحتفظ به في المجمد البنات فين ما بغيتو، يا في الشوربات يا في الحشوات تيكون عندي دائما في المجمد. غادي ندوزو لاباريا كيش لا غنحتاجو فيها بالنسبه للمقدار اللي قدتني لهاد الميني كيش هادو اللي عندي البنات 9 نتاع القطعات. غادي نحتاجو لها البيضه، كاس نتاع الياغورت طبيعي ممكن تعوضوه بكاس الكريمه، شويه الملح وشويه البزار شويه تاع الثوم بودر. وبالنسبه للبنات اللي تطيح لهم الكيشه البنات اولا تطيح لهم ديك لاباريا كيش في الفران فتنديروا ليه نص كيس نتاع الخميره الكيماويه ومعلقه كبيره نتاع التنشه اولا الطحين. صافي تندخلوه يطيب البنات، راه تنشعلوا عليه حتى تطيب من التحت عاد باش نشعلوا الفران يتحمر من الفوق. هنا غادي ندوزو للحشوه اللي غادي نعمروا بها الميني برجر اللي غنحتاجوا فيها القطع نتاع صدر الدجاج. صراحه تيجي زوين هذا الدجاج هذا البنات، ممكن تعمروا به البرجر نتاعكم اولا تعمروا به حتى البطبوط الصغيور. فغادي نحتاجوا القطع نتاع الدجاج مقطعين رقاق، تناخذوهم تنديروهم بين جوج بلاستيكات وتنضربهم بالدلاك مزيان باش ترقق ليا هذاك الدجاج. وتندوزو للترقيده اللي غادي نحتاجوا فيها شويه نتاع سكينجبير، شويه نتاع البزار، شويه نتاع السودانيه، شويه نتاع الملحه وشويه نتاع الثوم بودر، واحد شويه نتاع صلصه الصوجا تقريبا واحد المعلقه كبيره من صلصه الصوجا اللي جاريه، شويه نتاع السكر سنيده والحر على حسب الذوق. وتنحتاجوا من طبيعه الحال نص حامضه تنعصروها وواحد المعلقه كبيره نتاع الخل. فهادو هما المقادير اللي غادي نرقدوا فيهم البنات هاد الدجاج هذا.
وغادي نحتاجو تقريبا واحد نص كاس نتاع الحليب هكا صغير. وغادي نرقدو الدجاج نتاعنا الا كان عندنا الوقت راه غادي نرقدوه ليله كامله، ما كانش عندنا الوقت راه تنرقدوه تقريبا غير واحد الساعه البنات وتندوزو تنطيبوه. بالنسبه لطريقه الطهي نتاعو تناخدو شويه نتاع الطحين، تنديرو في واحد الطبيصيل، تنضيف ليه شويه نتاع الملحه، شويه نتاع البزار، شويه نتاع الثوم بودر، وشويه نتاع السودانيه، والملحه من طبيعه الحال. ما عرفتش واش قلتها ولا المهم والملحه. راه تنسى بزاف البنات، راه الذاكره رايحه على قد الحال. المهم تنخلطوا داك الطحين مزيان مع دوك المكونات باش تيجينا هكا بنين. تندوزو فيه هذاك الدجاج كامل وتندوزو تنقليوه. بالنسبه للبنات اللي ما يبغوش يقليوه راه تاخذوا الطاوه تطرشوها مزيان بالزيت وتستفوا هذاك الدجاج نتاعكم، تطرشوه عاوتاني بالزيت من الفوق وتدخلوها للفران تطيب من التحت ومن الفوق حتى تتحمر. هادو بالنسبه للبنات اللي ما تيبغيوش يقليو. وهكا حتى الزيت راه غلات الصراحه. الله يحسن العوان تاع المسكين المغربي، الله يحسن العوان الصراحه، خصوصا مع هاد العواشر ورمضان تيكونوا المصاريف زايده. الله يحسن العوان كل واحد. المهم تنعطيكم انا حلول واقتراحات نتوما شوفوا اللي مسلككم. هنا تندوزو الميني برجر بعد ما طاب. شوفوا البنات كي تيجي العجين خفيف مقطن زوين وناجح. البنات تيجيو زوينين وصغيورين كيف ما قلت لكم. حنا درنا فيهم غير 24 غرام. صافي تناخذهم تنقطعهم وتندهنهم بالصلصه، اي صلصه عندكم، تنحط طريف نتاع مطيشه هكا مقطعه رقيقه ومحيده ليها الزريعه. ومن بعد تنعاود ندير شويه نتاع الصلصه باش يلصق ليا داك الخيار المخلل، اولا شويه نتاع الكيتشوب تندير شويه نتاع الخيار المخلل. بغيتو ديروا حتى شويه البصله مقطعه رقيقه ضيفوها في هذه المرحله اللي ضفنا فيها الخيار المخلل. وتنضيف البنات قطعه نتاع الدجاج، ودائما تندير الكيتشوب اولا الصلصه نتاع البرجر هكا باش تلصق ليا هذاك الدجاج وداك الخص وما يبقاش يتزعزع هذيك الحشوه. صافي تنضيف الخص وتنضيف الفرماج نتاع الساندويتش مقطع هكا مستطيل وتنسد البرجر نتاعي. الا بغيتو ديروا ليها البنات هذوك العويدات اللي تيتباعوا باش تسدوا بهم ديروهم، ما متوفرينش راه تديروه غير بحال هكا. بالنسبه للصلصه نتاع البرجر البنات راه تنحتاجوا فيها شويه نتاع الكيتشوب، شويه نتاع الموطارد، شويه نتاع المايونيز، واحد شويه نتاع الخل، وشويه توم بودر، شويه البصله بودر، شويه نتاع الصلصه الحاره، وواحد شويه نتاع البصله مقطعه رقيقه. فهذه هي الصلصه نتاع البرجر تجي الصراحه زوينه. هنا غادي ندوزو للحشوه الثانيه نتاع الميني باغيت. غادي ناخذ اي صلصه عندكم اولا المايونيز تندهنوا بها اولا حتى الجبن، المهم اي حاجه متوفره عندكم. تندير طريفه الخص وتندير داك الهوطوغ. البنات راه تيتباع هو هذا، البنات اللي ما تيعرفوش راه تيتباع في الايام تاع الصولد، راه تيكونوا ناقصين فيه في مرجان وفي كارفور. البنات خذوه هكا وخدموا به. تنديروا شويه نتاع صلصه الكيتشوب، وممكن ديروا حتى قطعه نتاع الفرماج الساندويتش. انا تنعطيكم اقتراحات وانتم بدعوا كيف ما بغيتوا البنات. بالنسبه للشكل الثالث حتى هو تيجي على شكل باغيت صغيور. تناخذو تنقطعو من الجنب بالمقص، تنحيد ليه داك الطريف، وتنجيب الجبن العادي المنسم تنديرو في البوش، وتنبدا تنبوشي في الجناب نتاع هذاك الفراغ اللي حيدت. من بعد تنجيب طريفات نتاع الخيار مقطع هكا مثلث تنديرهم في الجنب، وفي الجنيب الاخر يا اما تندير هني انا درت السومو فيمي حتى هو خذوه في ايام الصولد راه تيكون رخيص، اولا ديروا لا داند فيمي اولا ديروا طون. تيبقى لكم نتوما الاختيار البنات اللي عندكم في الدار بدعوا فيه كيف ما تنقول لكم دائما. كانوا هادو هما الاقتراحات اللي اقترحت عليكم اليوم. تنتمنى فعلا يعجبوكم البنات وتجربوهم، تيجيو خطيرين، تيجيو بلاطويات اللي راقين. ممكن هكا تعتمدوهم كمشروع مربح اولا
تصايبوهم لوليداتكم او لضيافكم. بالنسبه لثمن البيع فهو 170 درهم البلاطو البنات. تنتمنى فعلا يعجبكم وبالصحه والراحه البنات، وعواشركم مبروكه. وما تنسونيش من لي لايك وبارطاج الفيديو.